غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي اثار الجدل، ولا كل شيء اللي باغي يتنازل اللي كيتكلم حقيقي كل واحد ويلغي بلغاه، وحتى حنا غادي نلغيو بلغانا. والموضوع هو كريستيانو رونالدو والانتقال ديالو للوداد. واش هادشي صحيح او لا غلط؟ فغادي نتكلموا اخواني واخواتي بالمنطق، بلغه المنطق ان صح التعبير، في هذا الموضوع هذا. فقبل ما اننا نتوكلوا على الله ونشرحوا اكثر، فكنطلب منكم طلب واحد لايك وواحد تعليق، ولو ما كنتيش مشترك اشترك معنا، ويلا بينا على بركه الله. الموضوع ديال كريستيانو رونالدو اللي بزاف اللي قالوا بانه هو الوداد يفاوض رونالدو، وكذلك ومثال بزاف ديال المواقع اللي تكلموا على الانتقال ديال رونالدو للوداد، وبزاف ديال المغاربه الطنازه اللي طنزوا وقالوا بان اودي الله كيفاش رونالدو راه غير مجرد في الدقيقه راه بالملايين كيلعب، كيفاش غتقدر عليه الوداد وغادي تجيبو. هذا هو الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه وغادي نشرحوا اكثر بخصوص هذا الموضوع. ولكن خلينا بعدا نشوفوا الفيفا اشنو قالت. اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاربعاء عن فتح باب التعاقدات للفرق 32 المشاركة في كأس العالم للأندية حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة الشهر المقبل، مما يزيد التكهنات بإمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى أحد الفرق المشاركة في هذه المسابقة بعقد قصير الأجل. أوكي، قصير الأجل، انتقال ديال كريستيانو رونالدو لواحد الفريق. اش من عقد قصير جدا، يعني كاين واحد الاتفاق مع كريستيانو رونالدو وواحد الفريق اللي غادي نتكلموا عليه، واحد الاتفاق اللي هو ربما غيلعب معاهم كأس الأندية ويمشي بحاله. اوكي، وغنرجعوا مباشرة، غادي نرجعوا ونقولوا علاش بكى رونالدو في كأس العالم ديال قطر. بكى رونالدو في كأس العالم ديال قطر في الماتش اللي كان مع المنتخب المغربي من بعد الخروج ديالو على يد ابناء الركراكي. فاخواني واخواتي هنايا السيد بكى لانه هو كيخرج المسيره الرياضيه ديالو ما فيهاش كاس العالم. هنا بيني وبينك رونالدو كيخطط لانه هو يخرج في هذه المسيره ديالو بانه هو يدي كاس العالم. وما بين هذه الفروق كامله اللي اختار بطبيعه الحال كاين ربما كاين اقتراحات لبعض الانديه على انه ينضم معاهم بزاف ديال الحوايج، ولكن هذوك الانديه ما خرجوش هضروا. علاش بالضبط الوداد خرج هضر؟ وهنا بين قوسين هذا راه كيبقى تحليل ديالي الشخصي ورايي، يمكن نكون غلط يمكن نكون لا. الناس اللي كيقولوا بان رونالدو ما يمكنش ينتقل للوداد والوداد ما يمكنش تعطيه هذيك المبالغ كامله اللي كيشد هو غير في دقيقه، راه ما تقدش تعطيها له. لا، ممكن رونالدو هو اللي محتاج للوداد دابا. ركزوا مزيان، رونالدو اللي محتاج للوداد دابا باش انه هو يسالي يعتزل كرة القدم ويكون في الرصيد ديالو واحد كاس العالم، ولو كاس العالم مصغر ديال الانديه وماشي ديال المنتخبات. علاش ما نقولوش بان رونالدو ما بين هذه الفروق كامله اختار الوداد باش انه هو يلعب معها؟ لان النادي ديالو النصر السعودي ما تاهلش. علاش من هذه الفرضيه ما نحطوهاش؟ فاخواني واخواتي انا شخصيا والوقت بيننا كنقول بان رونالدو هو اللي ممكن انه هو يدير مع الوداد بواحد الثمن رمزي، ولا ربما يصدق هو داير شي حاجه من عنده للوداد باش غيقبلوني بغيت نلعب، هذا الكاس العالم هذا، باش ينهي المسيره الرياضيه ديالو بهذا الكاس العالم هذا. اوكي،